حبايبي طلاب تالتة اعدادي اللي بيسالوني ازاي استخدم الاله الحاسبه في ان انا اجيب حل المعادلات من الدرجه الثانيه. الاول قبل ما ابدا لازم اكون عارف ان انا عشان اجيب حل المعادلات من الدرجه الثانيه باستخدام الاله الحاسبه لازم اخلي المعادله كلها في طرف من الاطراف. يعني لو افترضت هنا ان انا كانت المعادله دي عندي مكتوبه عن طريق عباره عن 2 س اس 2 ناقص 7 س يساوي سالب 6، ده ما ينفعش استخدمها، لازم انقل سالب 6 هناك بعكس الاشاره تبقى موجب 6 بيساوي صفر. المهم ان اطراف المعادله كلها تبقى في ناحيه واحده. طب ازاي استخدم الاله الحاسبه؟ هدور عندي في زرار مود على ايكويشن اللي هو اختصارها بيبقى اي كيو ان. انا عندي رقم 3، في ناس على فكره عندها رقم 5 وهكذا. المهم ادور على زرار اي كيو ان، ادوس 3، هدور على فين المعادله من الدرجه الثانيه اللي هي بتبقى اسمها اي اكس اس 2 زائد بي اكس زائد سي، هدوس رقم 3. ازاي ادخل المعاملات؟ هنا في المعادله الاولانيه معامل س اس 2 2 اكتب 2 يساوي، هنا معامل س اللي هو بيبقى البي سالب 7 اكتب سالب 7 يساوي، هنا الحد الثابت موجب 6 اكتب 6 يساوي. كده انا كتبت المعاملات، اكتب يساوي. كده جاب لي س ب 2 وهنا س ب 3 على 2 او 1 ونص. طب حلو جدا. في حد يقول لي طب يا مستر دلوقتي انا لو س اس 2 او س مش قدامها رقم يبقى ايه المعامل بتاعها؟ بيبقى واحد. يعني هنا معامل س اس 2 بواحد اكتب واحد يساوي، هنا معامل س سالب 4، هنا الحد الثابت سالب 5 اكتب يساوي، اكتب يساوي تاني، هنا س بخمسة وهنا س بسالب 1. طب تمام. هنا مفيش حد ثابت يبقى المعامل بتاعه ايه؟ يبقى بصفر. يبقى هنا في الحاله دي هنا معامل س اس 2 بواحد، الحد الثابت مفيش يبقى اكتب صفر، الحد الثابت هنا سالب 9 اكتب سالب 9 يساوي، اكتب يساوي، هنا س ب3 وهنا س الثانيه بسالب 3. وكذلك برضو لو انا عايز اجيب حل دي، هنا معامل س اس 2 بواحد، هنا معامل س سالب 4، مفيش حد ثابت اكتب صفر يساوي، اكتب يساوي، هنا س الاولانيه ب4 وهنا س الثانيه بصفر. كده يبقى احنا عرفنا ازاي استخدم الاله الحاسبه في ان انا اجيب حل المعادلات من الدرجه الثانيه. استنوني وهوريكم حاجات كتير واختصارات كتير. شكرا.